السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خاطرة إيمانية جديدة بعنوان حاسب نفسك قبل فوات الأوان. في لحظة في حياة كل إنسان بيقف قدام نفسه ويسأل: هو أنا ماشي صح؟ أنا راضي عن نفسي؟ لو مت النهاردة هقابل ربنا إزاي؟ الفيديو ده مش مجرد موعظة، دي رحلة جوه نفسك، رحلة مواجهة وصدق وتغيير حقيقي. في لحظة كده بتجيلنا كلنا، بنسكت ونبص حوالينا ونقول: هو أنا ماشي صح؟ بس بنهرب من السؤال ده بسرعة علشان صعب نواجه نفسنا. احنا بنخاف من الحقيقة، بنخاف نكتشف إننا ضيعنا سنين من عمرنا في حاجات ملهاش معنى. بس يا جماعة، الحقيقة لازم تتشاف، لأن اللي ما بيحاسبش نفسه النهاردة هيتحاسب بكرة قدام ربنا. حاسب نفسك قبل ما تتفاجئ إن العمر خلص. كل لحظة بتفكر فيها في حياتك دي مش ضعف، ده وعي، دي بداية التغيير الحقيقي. خاطرة النهاردة مش مجرد موعظة، دي رحلة جوه نفسك، رحلة هتخليك تشوف الحقيقة وتبدأ صفحة جديدة مع ربنا ومع نفسك. وقبل ما نبدأ رحلتنا، حابب يتفكر حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتشارك الفيديو مع حد بتحبه، يمكن تكون سبب في رجوع لربنا. وكمان لو الكلام ده لمس قلبك، اكتب لي في التعليقات: بدأت أراجع نفسي. ويلا بينا نكمل رحلتنا. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي لحظة الصدق مع النفس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سيدنا عمر بن الخطاب قال إيه؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. يعني محاسبة النفس مش إنك تكره نفسك أو تظلمها، لكن إنك تقف وتقول: أنا غلطت فين وإزاي أصلح. الإنسان الواعي هو اللي بيسأل نفسه قبل ما يتسأل. حاسب نفسك وانت فاضي قبل ما يجي يوم الحساب. اللي بيواجه نفسه النهاردة بكرة قلبه هيكون مطمن. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دايما يخاف من لحظة الحساب. يقول: لو نادى مناد من السماء أن الناس كلهم في الجنة إلا واحد لظننت أنه أنا. تخيل، عمر اللي فتح الأمصار وعدل بين الناس كان بيقف بالليل يبكي ويقول لنفسه: يا عمر، ماذا تقول لربك غدا؟ هو فهم إن القوة الحقيقية مش في السلطان، لكن في صدق المواجهة مع النفس. وده سر صلاحه وعدله اللي خلد اسمه عبر السنين. في شاب كان اسمه محمود، شاب ناجح جدا، عنده كل حاجة، بس جواه فراغ غريب. في يوم شاف واحد بيموت قدامه، فجأة اتصدم، حس إن الدنيا صغيرة قوي. رجع البيت وقعد لوحده، كتب في ورقة: أنا عملت إيه في حياتي يستحق ربنا يرضى عني؟ بدأ يبكي من غير ما يعرف ليه، بس كانت أول مرة يواجه نفسه. ومن اللحظة دي بدأ يعيش صح. اللحظة اللي حاسب فيها نفسه كانت بداية ميلاد جديد. واللي عايز أقوله لحضرتك: خد 5 دقايق النهاردة، اقعد في هدوء واسأل نفسك بصدق: هل أنا راضي عن نفسي؟ هل لو مت دلوقتي مستعد أقابل ربنا؟ حاسب نفسك بصدق، ما تخافش من الإجابة، لأن أول خطوة للتغيير هي الصراحة مع نفسك. حاسبها النهاردة علشان ترتاح بكرة. وتاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الغفلة، السارق الصامت. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. رواه أحمد. يعني الغفلة مش بس إنك تنسى تصلي، الغفلة إنك تبطل تحس بالذنب ولا بالخير ولا بالناس. الغفلة بتسرق القلب من غير ما نحس بيها، وكل يوم يبعدك خطوة عن النور. محاسبة النفس هي النور اللي بيفوقك من الغفلة دي. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. الفضيل بن عياض كان قاطع طريق، بيخوف الناس ويخطف أموالهم. وفي يوم سمع راجل بيقرأ قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الكلمة دي وقعت في قلبه زي الصعقة. قال: بلى يا رب، قد آن. رجع، تاب، وساب الحرام كله، وبقى من أعظم العباد والزهاد في التاريخ. اللحظة اللي حاسب فيها نفسه كانت لحظة نجاته. في بنت كانت مشهورة على السوشيال ميديا، صور وضحك وشهرة، بس قلبها فاضي. لما فقدت حد بتحبه وقفت وسألت نفسها: هو أنا عايشة ليه؟
بدأت تبعد عن الضوضاء وتكتب كل يوم دعاء بسيط: يا رب رجع لي قلبي. بعد سنة الناس شافوا التغيير في وشها قبل كلامها. هي لقت نفسها لما حسبتها. واللي عايز اقوله لحضرتك، لو حاسس ان قلبك تقيل او انك تايه ومش حاسس بحاجة، ده مش اخر الطريق، دي بداية الوعي. ارجع، راجع نفسك، ما تسيبهاش تغرق في الغفلة. حاسبها بحب، بحنان، مش بقسوة، علشان قلبك محتاج منك نظرة صدق قبل فوات الأوان. وتالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي التوبة، صفحة جديدة مع ربنا. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. كلنا بنغلط، بس اللي يفرق بيننا إن في حد بيهرب وفي حد بيرجع. التوبة مش ضعف، دي شجاعة وقوة. هي القرار اللي بيغير مصيرك كله. لما تراجع نفسك بصدق، التوبة بتيجي تلقائي. ربنا بيحب اللي بيرجع مش اللي بيستسلم. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. كعب بن مالك الصحابي اللي تخلف عن غزوة تبوك، لما عرف انه غلط ما كذبش ولا برر، قال الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم. قعد 50 يوم مفيش حد بيكلمه، بس لما تاب الله عليه قال: ما علمت نعمة أعظم من صدقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو فهم إن التوبة بتبدأ من الصدق مع النفس، والصدق هو أعلى درجات المحاسبة. في راجل خسر شغله وبيته في وقت واحد، حس إن الدنيا وقفت. في عز وجعه بص لنفسه وقال: يمكن ربنا بيناديني أرجع له. بدأ يصلي، يتصدق، ويصلح اللي بينه وبين الناس. قال: عمري ما كنت مرتاح كده حتى وأنا بخسر. هو فهم إن الخسارة الحقيقية هي بعدك عن ربنا، وإن التوبة مش نهاية، دي بداية جديدة. واللي عايز أقوله لحضرتك، ما تقولش فات الأوان. طالما لسه بتتنفس، حاسب نفسك وابدأ صفحة جديدة مع ربنا. قول: يا رب سامحني، وربنا هيقول: عبدي غفرت لك. مفيش ذنب أكبر من رحمة ربنا، بس خد الخطوة قبل ما الفرصة تروح. ورابع حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي يوم الحساب، النتيجة الأخيرة. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. رواه الترمذي. في اليوم ده مفيش اعذار، مفيش نسيان، كل حاجة اتكتبت هتتفتح قدامك. اللي كان بيحاسب نفسه هنا هيقف مطمن هناك، هيقول: يا رب كنت بخاف من اليوم ده، وها أنا بين إيديك. حاسب نفسك دلوقتي علشان تلقى السلام يومها. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. سيدنا عمر بن عبد العزيز كل ليلة قبل ما ينام يقول: يوم راح من عمري مش هيرجع تاني. ويقعد يراجع نفسه: ظلمت، قصرت، ندمت. ولو لقى غلطة يصلحها فورا. هو كان عارف ان الحساب مش هناك بس، الحساب الحقيقي بيبدأ من هنا، من جوه قلبك. وده اللي خلاه يعيش بضمير مطمن. في شاب كان بيكتب في مفكرته كل يوم قبل ما ينام: عملت ايه النهارده يقربني من ربنا. وفي يوم مات وهو ساجد في صلاة الفجر. كل الناس قالت: مات على اللي عاش عليه. اللي بيحاسب نفسه في الدنيا ربنا بيكرمه بخاتمة جميلة. حاسب نفسك، يمكن ربنا يكتب لك نفس الخاتمة. واللي عايز أقوله لحضرتك، حاسب نفسك النهاردة كأنك هتقف قدام ربنا بكرة، مش علشان تخاف، لأ، إنما علشان تكون مستعد. ابدأ من النهاردة صفحة بيضة مع ربك، وخلي حياتك كلها استعداد للقاء الجميل ده. لأن الحساب الحقيقي مش مرعب، المرعب إنك تدخل من غير استعداد. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. الحياة سريعة قوي، والسنين بتجري من غير ما نحس. كلنا محتاجين نقف لحظة ونسأل نفسنا: أنا مين؟ وبعمل إيه في عمري؟ حاسب نفسك حتى لو وجعتك الحقيقة، لأن الوجع دلوقتي أهون من الندم بكرة. حاسب نفسك بالحب مش بالخوف. خلي بينك وبين ربنا صدق حقيقي، راحة ودمعة تردك ليه. عارف أصعب لحظة في حياة أي إنسان؟ مش لما يغلط، لأ، إنما لما يكتشف إنه كان عايش من غير ما يحاسب نفسه. الدنيا بتجري والعمر بيعدي والفرص بتقل، بس لسه في فرصة ترجع، لسه في وقت تلحق. ربنا مش بيناديك علشان يعاقبك، إنما بيناديك علشان ينقذك. حاسب نفسك قبل ما تتفاجئ بيوم ما فيهوش رجوع.
وصدقني الندم النهاردة أهون 1000 مرة من الندم بكرة. ابدأ من دلوقتي، رجع قلبك وارجع لربك، وخلي كل يومك مراجعة مع نفسك، مش عتاب إنما مراجعة بحب. وأخيرا أدعو الله: اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلة وأنر بصائرنا بنور هدايتك. اللهم اجعلنا من الذين يحاسبون أنفسهم قبل الحساب ويصلحون ما بينهم وبينك قبل اللقاء. اللهم طهر قلوبنا من الذنوب وأنفسنا من الكبر وأعمالنا من الرياء. اللهم ارزقنا توبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت وجنة بعد الموت. اللهم نق نفوسنا من ذنوبها وارزقنا صدق المحاسبة قبل أن نحاسب، واجعل لنا في كل لحظة توبة وفي كل نفس رجوع إليك. اللهم لا تجعلنا من الذين ينسونك فتنساهم، ولا من الذين يؤجلون التوبة حتى يفوت الأوان. اللهم اجعل خاتمتنا طيبة ولقاءنا بك لقاء رضا لا عذاب فيه ولا خزي، وارزقنا نورا في القلب وسكينة في الطريق، واجعل يا رب لحظاتنا الأخيرة أجمل أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اختم لنا بخير واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، وارزقنا لقاءك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت لو تسيب لي تعليق وقول لي بصراحة هل الفيديو ده خلاك تفكر في نفسك. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.